مفيش حد على كوكب الأرض ربنا خلقه إلا وهو عايز يعيش في حياة سوية وحياة سعيدة، ويأمل المال ويأمل الدولارات ويأمل الذهب ويأمل الزوج الطيب والزوج الكويس ويأمل الزوجة الجميلة والأطفال الكويسين واللي يتمتعون بصحة وسعادة وكل حاجة يتمنوه. مفيش حد إلا وبيتمنى ده. لكن هتقولي في ناس بقى من طريقة تفكيرها بتودي نفسها ناحية طريق الدمار وطريق الهلاك وطريق الخراب وطريق الفشل. الموضوع كله مفيش حاجة اسمها بقى حظ ولا أفكار ولا أصل فرص وأصل وأصل وأصل. ركز معايا النهاردة وأنا هبسط لك المعلومة ببساطة وعلى أقل من مهلك. الناس اللي متابعانا على الفيسبوك وعلى الانستجرام تركز قوي. يا ريت الناس اللي لسه داخله في اللايف تعمل شير عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، لان انا معروف عني ان انا مواعيدي مظبوطه فبطلع في مواعيد مظبوطه. يعني نتخيل كده ان ده ميعاد الساعه 7 بتاع لايف الساعه 7. يعني احنا دايما ميعاد الاربع بيكون لايف الساعه 7، فهو ده الساعه 7. نقدر بقى ان هو الساعه 7 فنعمل شير عشان نوصل للناس اللي فاتها نايم. نركز قوي هنا عشان في ناس بتتلخبط بقى من الجزء ده. انا هدخل في الشرح مره واحده ومش هوقف غير في الحتت اللي هينفع اوقف فيه. افكارك بتجذب اقدارك. افكارك تجذب اقدارك، بمعنى ان انت اقدارك اللي ربنا كتبها وربنا حاطط لك فيها الخير والرزق والبركه والسعي والنجاح والسقوط والفشل والابتلاء والاقدار كلها الخير والشر، من خلال فكرك انت تقدر تغير فيها. تقدر تغير قدر كبير قوي كان هيقع عليك بس ربنا لطف بيك. بالظبط كده. يعني الحاجة القدرية إذا ربنا ألهمك فيها التفكير الخير أو حسن الظن أو حسن التدبير أو حسن الأمور إنها تسير معاك بشكل معين، يغير القدر إلى القدر السعيد. هتقول لي الكلام ده ممكن يبقى غلط او ممكن ما فيهوش اي حاجه من الغلط، واكبر دليل على كده ان كلنا بنيجي في بعض الايام بنجتهد بالعبادات وبالشعائر ان احنا ندعي لكي يغير القدر. الدعاء بيغير الاقدار. اذا ان مفيش حاجه اسمها ثوابت كده ان انا مكتوب عليا اعيش تعيس فهفضل بقى راضي ومستسلم ان انا اعيش تعيس. مفيش حاجة اسمها ان انا هفضل اعيش متنكد على عيني فهفضل طول حياتي متنكد على عيني. مفيش حاجة اسمها ان انا هفضل اعيش في هم وابتلاء ودين ومرض واقول ان ده هتفضل شكل حياتي. لو طريقة تفكيرك وطريقة اختيارك وطريقة انتقائك للافكار والمشاعر والانفعالات الداخلية اللي جواك انت كبني ادم بالشكل ده، عمر حياتك ما هتتغير. وبالتالي اذا حتى ربنا سبحانه وتعالى أراد التغيير وشايفك بالشكل ده، هو مش هيديك حاجة، لأنك إنسان يائس فاشل محبط باصص للحياة بنظرة سوداوية شبه التيشيرت اللي أنا لابسه. فبالتالي عمرك ما هتشوف الحياة متغيرة. ولكن ربنا لما هنوصل للجزء ده، بس أنا مش عايز أدخل فيه بسرعة كده عشان نركز الأول في الحتة المهمة دي. يبقى أنا لازم أحتوي بعض الأفكار المهمة عشان اوصل للجزء ده. افكارك تجذب اقدارك. نركز ببساطة كده. افكارك تجذب اقدارك. من جاور السعيد يسعد، ودي كلمتي اللي بقولها دايما. ما تروحش تلزق في الفاشل والمحبط واليائس والكئيب واصحاب الطاقات السلبية والهم والشكوى واصحاب المرض اللي مرضونا ونفضل لازقين فيهم ونقول احنا جالنا المرض، احنا جالنا الفقر، احنا جالنا التعب. محدش يزعل مني عشان بحب دايما اتكلم ببساطة واوصل المعلومة بشكل اسرع للجميع. فما ينفعش ان انا افضل لازق في زيد وعبيد وتهاني وشيرين وبعدين ارجع ازعل ان انا صابني الهم وسابني الضيقة وسابني وصابني وصابني وصابني. ما هو انت اللي شايف نفسك تستحق انك تصاحب فلان وعلان دول، ودول على حجم مستوى تفكيرك. فبالتالي كل ما انت شايف ان هم دول اللي يساوي تفكيرك ويساوي قدرك، هتفضل انت محاط بالناس دي. انت مش عايز تطلع للليميت او الليفل الاعلى بعد كده. فبالتالي نظرتك هي دي. انا استحق ان انا امشي مع واحد فاشل وواحد تعيس وواحد كئيب ونتقابل اخر اليوم على القهوة ونقعد ناكل ونشرب ونتحاكى
ونتآمر ونتغامز ونتلامز على الناس اللي مجتهدة والناس اللي بتروح والناس اللي بتسعى، وبحجة اصل هم معاهم فلوس، اصل اللي اشترى خلاص، اصل اللي باع خلاص، اصل اللي عمل خلاص، اصل اللي اتنيل. مفيش حاجة اسمها كده. سواء انت معاك فلوس انت متنيل، سواء انت معاكش فلوس انت متنيل. يعني النيلة تصيب الجميع. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ اي نيلة في الدنيا هتجيلك سواء انت سعيد او سواء انت تعيس. اي فلوس هتجيلك في الدنيا هتجيلك لو انت متنيل، في اي نوع من انواع النيلة، كلها نيلة محصلة بعض. بس الفكرة هنا انك ما تبصش لفلان على انه يستحق الدولارات ويستحق المال وانت لا تستحق. ما هو انت عمرك ما هتستحق، لانك انت قاعد في قهوة ابو عبده عمال تشرب فنجان قهوة ملوش اي طعم وملوش اي ريحة، واديك بتجامل صاحب الحاج عبده عشان بيقولك اتفضل يا باشا وتدفع الجنيهين اللي في جيبك وتقوم تمشي. عمرك ما هتوصل لاي حاجة طول ما تفكيرك بالشكل ده. انت هتبقى شبه الناس المتنيلة بنيلة. ليه؟ بص يا سيدي، انت اصلا تفكيرك محاصر في يومك انك عمرك ما هتبقى زي فلان اللي معاه فلوس وعنده عربية وعنده. فبالتالي قافل تفكيرك وقافل مشاعرك وقافل انفعالاتك، خليت استحقاقك قدام نفسك انت كبني ادم قليل. بقيت شايف عقليتك قليلة، بقيت مخلي عقلك صدى، بقيت مخلي مشاعرك لا تستحق اي تواصل ولا اي فكر مع الاخرين. فبالتالي انا شايف عقلي محدود ونظريتي محدودة، وان الناس اللي لازم تتغنى لازم تبقى بنت فلان وابن فلان وابن علان وابن عمان. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. قوانين الارض متغيرة، قوانين الحياة متغيرة، قوانين الدنيا متغيرة. اللي بيقلب الليل والنهار وبيقلب فصول السنة وبيقلب الحياة كاملة يخلي دوام الحال من المحال على اي بني ادم، سعيد او تعيس، حزين او متنيل، معاه فلوس او معهوش، فقير او مديون، مريض او صحيح. هي الحياة كده، دوام الحال من المحال. فاذا انت اذا احط نفسك بمستوى تفكير واحد في اتجاه واحد ان انا مش هوصل ابقى زي فلان، عمرك ما هتوصل. بس هنا بقى السؤال، او احنا القانون اللي بنقوله هنا او العلماء قالوه هو ايه؟ قالك ان سر من اسرار الحياة وسر من اسرار المال وسر من اسرار السعادة وسر من اسرار الوصول للهدف هو تفكير الانسان في السر اللي يخليه يوصل للحاجة دي. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ يعني كده لو انت عايز تشيل عمارة هتعرف تشيل عمارة؟ لا، عمرك ما هتشيل عمارة. لكن لو انت من جواك تشيل عمارة وتهد عمارة وتبني عمارة هتعرف تشيلها. ازاي؟ هنقعد نركز كده، وكل الناس اللي معايا في اللايف تركز ونعمل اختبار بسيط. مين هنا يقدر يشيل عمارة؟ اللي هيجاوب لي ديت ل 100 جنيه دلوقتي. مين يعرف يشيل عمارة على كتفه؟ اللي هيعرف يشيل عمارة اجابة واحدة هاخدها بسرعة، سواء من انستجرام او فيسبوك، وادي له 100 جنيه يكلمني على الخاص وهحول له 100 جنيه. مفيش حد. شكل انا اللي هاخد الميات دي. مفيش حد خالص، كلنا جبنا سيرة الفلوس كله سكت. ماشي. ببساطة كده، اللي عايز يوصل ان هو يشيل العمارة لازم، في حد هيجاوب اهو. مين اللي هياخد ال 100 جنيه دي؟ بالتخيل. لا غلط. لو انا عايز اشيل عمارة، انتوا كل اللي هيجاوب غلط هيديني 100 جنيه. اللي هيجاوب غلط يديني 100 جنيه. المهندسين غلط. حد داخل المعادي؟ مفيش. افكارك يعني بتوع الانستجرام متفوقين شويه على بتوع فيسبوك. طيب بس برضو لسه ما اللي عنده هدف هيقدر. لا بصوا بقى، اللي هيقدر يشيل العماره هو اللي عايز يبقى مقاول للعماره، اللي عايز يهد العماره اولا ويبنيها بطريقته. هو ده اللي هيقدر يشيلها. هيهدها ازاي وهو لا يمتلك الصحه والقوه البدنيه ان هو يهدها او يشيلها؟ الاتنين واحد. هدم العماره زي رفع العماره. عشان يعمل الاتنين ويرفع العماره او يهد العماره لازم يكون عقله واثق في بعض الخطوات التنفيذيه اللي تخليه يوصل لده. فبالتالي يبدا يجيب راس المال اللي يخليه يبقى عنده الادوات اللازمه للهدم او البناء.
يجيب العمالة اللي تساعده على الهدم والبناء. بعقله قدر يطور من مهاراته وقدر يحط خطوات ثابتة عشان يسعى للي هو عايزه، عشان يجتهد للي هو عايزه، وبالتالي حط نفترض رأس مال قد كده، اضرب الرأس مال في قد 10. وصلت ولا ما وصلتش؟ فإذا هو حط قد كده وأخد قد كده، محدش يبص للمقاول. نركز في اللي جاي. سر من أسرار الحياة إن كل راجل وكل ست نفسه يوصل لحاجة في الدنيا، الحاجة اللي عايز يوصل لها أنا هحط له خطوات ليها عشان يعرف هو بيغلط ليه. عشان ما يغلطش الغلطة اللي أنا هقولها دلوقتي. أنا قاعد لكم بقى بالقهوة عشان الموضوع ده طويل وفي ناس كتير طالباه مني. عشان نوصل لان انا اوصل لسر من اسرار الحياة، في ناس كتير بتقدر تدركها. ما انا قلت ايه اللي قدها يا دكتور؟ اللي قدها يا دكتور ايه؟ فين الاجابة هنا يا استاذة ايه؟ تضحك عليا يا استاذة ايه ولا ايه؟ يا ستي انت شكلك طمعانة في ال100 جنيه. اللي عايز يوصل ان هو يجذب كل حاجة نفسه فيها يركز معايا بقى في اللي جاي. بص يا سيدي، رقم 1، عقلك عامل زي المغناطيس، او اعتبره مغناطيس. عارفين المغناطيس؟ عقلك زي المغناطيس، بيعمل طاقة بيسترسل من خلالها افكار. الافكار دي بتديله بالنسبة له ليها معطيات. المعطيات دي عبارة عن افكار ترددية ومشاعر بتكبت ويغلق عليها حاجة اسمها العواطف، حاجة اسمها المشاعر، حاجة اسمها الانفعالات، وفي المكون الرئيسي نقول عليها كده اسمها فكرة. وبتتخزن فين؟ في عقلك، عقلك اللاواعي. وطول ما هي قافله الفكره اللي في العقل اللاواعي، الجزء ده انت هتبدا تحققه اذا قدرت انك تسعى، اذا قدرت انك تاخد الخطوات الاستعداديه لتنفيذ اي فكره في حياتك. يعني انت عايز تبقى دكتور، عايز تبقى مهندس، عايز لازم الاول تقبل بمرحلة الثانوية العامة عشان توصل لمرحلة الجامعة. لكن ما ينفعش ان انت وانت قاعد لسه ما دخلتش الثانوية عامة شايل هم ثانوية عامة فتقعد تقول انا مش هوصل لان انا ابقى مهندس او ان انا هبقى دكتور او. لا، انا ممكن اعيش في الحياة وكأنها مش فارقة معايا، وما ركزش في الحياة مهما حصل فيها، واقول لكم على حاجه، انا هنهك نفسي ليه وافكر ليه وافكر في قوانين الجذب ليه؟ انا اقعد احط رجل على رجل وماليش دعوه بالدنيا ولا افكار ولا قوانين جذب. ما تلومش الا نفسك لما تلاقي العمر راح منك على الفاضي وافكارك كلها بقت عباره عن كلاكيع، وعباره عن مشاعر تدميريه وافكار سلبيه ونقد سلبي بتقوله لنفسك تجاه نفسك، وبيحبطك وبيخليك توصل الى طريق الفشل. اسعى كتير قوي، والمرحلة اللي انت فيها حلمك لازم يكون مساوي ليها. حلمك لازم يكون مساوي ليها. يعني ايه مساوي ليها؟ يعني ما ينفعش ان انا قاعد دلوقتي مديون وعليا مبلغ معين ابص لفلان اللي راكب رينج روفر وراكب بي ام مش عارف موديل كام وراكب مرسيدس مش عارف موديل كام واقول ان انا لازم يبقى معايا زي دي. كده انت بتستهبل على قانون الجذب وعلى نفسك، وبتضحك على نفسك وبتضحك عليا، واحنا كلنا بنشتغل بعض ومش هتوصل لحاجه. طيب لو انا بقى مديون ونفسي اجيب عربيه وعايز اجيب عربيه، لما اجي احلم اجيب عربيه تمشيني على قد المرحله اللي انا فيها. حلمي يبقى على عربيه معينه بتارجت قد كده اقدر اسدده، واول ما احط رجل في العربيه اقول والله لا هركب الرانج روفر، هو ده. لكن ما تحطش الاستبه الكبيره عشان الناس اللي بتقول كده، الناس بتاعه الهوبا والهوبا ونجري ونتنفس ونعمل ونشجع ونعمل، والحاجات دي مش حقيقيه. ما تسمعوش كلام ان الناس اللي بتقول احلم حلم كبير، افكار كبيره، عقل كبير، تكتئب على طول. مفيش الكلام ده. انت تقيس المرحله يبقى رقم 1 عشان تنفذ قانون من قوانين الجذب في حياتك. حط جواك الهدف القابل للتحقيق. لازم تحلم الحلم اللي يقدر تحققه او
تقدر المرحلة الحالية اللي انت فيها متنيل فيها، تعيس فيها، مخنوق فيها، مديون فيها، تقدر توصل لها. ما تبقاش انت الدنيا مطربقه فوق دماغك والدنيا بايظه فوق دماغك وتقول لي انا عايز اركب اكس 6. انت هتشتغل ايه؟ لكن لو حلمت انك توصل بس انك يكون عندك عربيه، وبعد كده سعيت، اجتهدت، قمت بدورك صح في الحياه، هتوصل للعربيه اللي نفسك فيها. وبعد ما تجي تركب العربيه وانت نفس الطريق ماشي فيه، هتتلاقى نفسك بتكبر من راس مال، بتقول لما ابيع العربيه دي واحط الفلوس اللي هنا على الفلوس اللي هنا واجيب العربيه اللي اعلى. لكن انك تفكر تطلع السلم من تحت للسلم اخر دور، انت كده بتضحك على نفسك، وممكن وانت بتجري تقع. لان انت هنا في الطريقه دي هتكون ماشي في صراع انك بتراقب الناس عشان تبقى زي الناس، من غير ما انت قايس قدراتك. وكل واحد مش قايس قدراته عمر قانون الجذب ما هيشتغل عليك. بمعنى كده ان بسبب التغيرات الحياتيه والصراع الحياتي والصراع المادي اللي احنا بقينا بنعاني منه النهارده في المجتمع، تلاقي كل الناس بتركز على فكره الدولار مثلا، على فكره الذهب مثلا، على فكره ان انا ما عنديش، انا عايز اكسب مكاسب سريعه ويبقى معايا فلوس وببلاش. واحد طالع يجيب حله قد كده ويقعد يطبخ وياكلها فيتغنى، فالناس كلها تفكر لو طبخت حلل من هنا للصبح وصورت نفسها وهي بتاكل ان هي هتتغنى. لا يا حبيبي، ده هبل. يعني ايه ده هبل؟ يعني في واحد قدر يطلع بفكره كده، والناس اللي من وراه قدرت تسوق للفكره التافهه او الفكره العبيطه او الفكره اللي مش كويسه او الفكره اللي يكاد يكون ليها متابعين ليها وفي ناس حباها. فاذا هنا دي فكره كويسه ومقبوله من الشخص ده، وده رزقه في الحياه وملكش دعوه بيه. لكن انت هنا دور على طريقة تانية تجني بيها المال. لكن في حاجة، وممكن هو يكون تعبان على فكرة، يعني ما تبصلهمش ان هم ممكن يبقى سعيد بقى وواصل للي هو عايزه. الفكرة هنا انك ما تراقبش حد ومالكش دعوة بظروف حد. ما تقولش انا عايز الفلوس السريعة. ما فيش حاجة اسمها اوصل لفلوس سريعة وفلوس كتير من غير ما بشتغل. انت قاعد لي في السرير حاطط رجل على رجل وفارد ظهرك وتقول لي اوصل لفلوس سريعه ويبقى عندك رصيد في البنك ويبقى الكلام ده غلط وعمره ما بيتحقق ولا قابل للتحقيق. فما تفكرش ان عمل الفلوس ببلاش. ما تفكرش ان الوقت او الناس اللي بتوصل ان هي تعمل فلوس، حتى لو انت شايف ان هم ناس تافهه وبتقدم حاجات تافهه وبتشتغل شغلانه تافهه، الناس دي بتتعب وبتصرف وبتعمل. انت شايف الصوره اللي بره، وطول ما انت شايف الصوره اللي بره بيتهيألك ان هو بيروح يطبع فلوس، يطبع دولارات، يطبع. الحياه مش كده. الحياه مش كده. دي عقليه غلط. التركيبه بتاعت دماغك وهي بتبص على الشخص اللي معاه فلوس واستعدادك ان انت تبقى زيه بالشكل ده غلط. لو انت تفكيرك فيه ان الفلوس بتيجي ببلاش. الفلوس ما بتجيش الا اذا انت عرفت قيمة الجنيه. القيمة بتاعته لا تساوي او تساوي او الجنيه اللي في ايدك ده ليه قيمة عندك او ولا لا؟ بتعرف تصرفه ولا لا؟ بتعرف تحوشه ولا لا؟ بتعرف تدخره ولا لا؟ بتعرف تصرفه صح ولا لا؟ بتعرف تجيبه صح وحلال ولا لا؟ ده الجزء الاول في انك تركز على القانون بتاع الجذب. يبقى انا هنا بشتغل على دماغي زي المغناطيس. انا نفسي في عربية تساوي المرحلة اللي انا فيها. انا نفسي في عريس تساوي المرحلة اللي انا فيها. انا نفسي اوصل لحاجة معينة بتساوي المرحلة اللي انا فيها. ما ينفعش ان انا اتخيل حاجة غير الحقيقة وبعد كده اعين الفكرة بمشاعري بانفعالاتي واعمل ايه بقى في حتة مهمة في قانون الجذب. وبجد مفيش حد بيرضى يقولها لحد. ليه؟ عشان يكسبوا من وراها. انا مش عايز اكسب من وراها. انا هقول لكم بقى سر خطير في سر الجذب. كل اللي حضر معايا اللايف ده هياخد سر من اسرار الجذب. سر من اسرار الحياة اصلا ناس كتير حوالينا ممكن تكون بتطبقه وناس كتير ممكن تكون مش عارفة ان ده كده. في ناس بتتغنى وبتتساعد في الحياة وفعلا حياتها كويسة بسبب فكرة بسيطة قوي. واغلب الناس اللي بتقدم محتوى يخص الجزء ده مش بترضى تقول سر من اسرار قوانين الجذب بجد عشان يفضل يخليك تجري وراه وتستثمره. انا هقول لك معلومة بسيطة جدا في قوانين الجذب والله ما حد بيرضى يقولها
لانها اصلا حاجه ببلاش، بس هي حاجه اصلا موجوده حواليكم. ببساطه كده عشان توصل لقانون الجذب تخليك قادر تحقق فكرته اصلا، ركز معايا في الكلمه اللي هقول لك، لانك مش اي حد هيقول لك المعلومه دي. والله ناس كتير بتاكل عيش من ورا المعلومه دي، وهي معلومه قد تكون اصلا كلنا عارفينها بس بنخاف نطبقها، او مش قادرين نطبقها، او مش قادرين نعملها. ركز معايا قوي عشان انا هقول لك معلومه دلوقتي ممكن تكون تغيير في حياتك كلها، ممكن تكون سبب لتغيير قدر كبير في حياتك. مش انا قلت لك عقلك عامل زي المغناطيس؟ مش انا قلت لك عقلك بيسترسل افكار، والافكار دي بترد عليك معطيات زي العواطف والمشاعر والالام وي 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 وانت تخيلت ان انت نفسك في عربيه او نفسك في مال، وخزنت ده في حيز اللا شعور فاتقفل على العقل اللاواعي. ركز بقى هنا، انا قلت لك اسعى ناحيه التحقيق، صح؟ خد بقى السر الخطير هنا. وانت بتسعى يا باشا لازم طول الوقت وانت في حاله السعي تتخيل فكره الخير اللي هتشوفه من ورا السعي ده. اذا انت بتشتغل، وهو ده السر مفيش حد بيقوله، اذا انت بتشتغل وجواك الامل ناحيه الاصلاح وناحيه الحصول على المال والعربيه والفلوس والعمارات والعقارات وكل ده، ومن جواك بقى بقيت حاسس يا في خير جاي، انت حاسس بفي خير جاي بس ما بتقولوش لحد. انا حاسس ان الرزق جاي بس ما بقولوش لحد. عارف انا عايش عيشة المليونيرات بالظبط كده. انت تبقى مهيأ لعقلك طول الوقت انك مليونير، انك غني، انك سعيد. والله الكلام ده حقيقي فعليا. طول ما انت بتجتهد وبتسعى وجواك خير ونيتك كويسة، هنا بالظبط اللي ربنا قال عليه في القرآن، عشان ما فيش حد يفكر ان انا بقول كلام مش حقيقي. انك تكون عندك حسن ظن بالله ان ربنا مش هيقف قصادك. ليه؟ لان انت نيتك خير قوي للي انت رايح ليه. هو انا اللي طالبه من الدنيا ايه؟ طالب شوية فلوس، طالب شوية دولارات، طالب شوية ذهب، طالب اسطول عربيات. طيب يا سيدي احلم، طالما انت بتسعى وبتجتهد وما بتنامش عشان توصل لده، اوكي خلاص. بس تخيل بقى ان الحاجة دي فعلا جايالك وعندك، لكن ما تبقاش كده عبوس الوجه ومكشر ويائس ومحبط كل ما بتشوف فلان جاب عربية وانت لسه ما جبتش، فلان غير الشقة بتاعته وانت لسه قاعد في مش عارف فين، فلانة جابت اسطول ذهب قد كده مع ان الجرام مش عارف بكام وانت عمالة تبص عليها وزعلانة. فبالتالي هنا يصيبك الفشل والاحباط واليأس وتقول يا عم ابعد عني بقى، وابعدوا عني بقى بتوع الكلام وبتوع الافكار الايجابيه والحاجات دي كلها. احنا حلمنا كتير وفي الاخر اتصدمنا في الواقع والكلام طلع سهل. لا، انت بتسعى، خلي عندك تركيز ناحيه التفكير الايجابي اللي هو اصلا متاخد من علم النفس الايجابي، وسيبكم من اللي هيقول غير كده. يبقى انا هنا اذا السر اللي انا قلته ده والله الناس بتلعب عليه بالفلوس. ركزوا قوي عشان ده حاجة مهمة قوي. ما ينفعش ان انت تكون بتسعى وجواك الهدف وتقع مرة واحدة كده في مراقبة الاخرين فتحبط فتيأس. لا، ده انت طول الوقت تفضل تتخيل امتى هركب العربية بتاعتي، امتى هسكن في الشقة بتاعتي، امتى هتخيل شكل الدولارات وانا عمال عينها في جيبي ولا عينها هنا ولا عينها هنا. هي دي اليقين وحسن الظن بالله. لكن مش انك بقى يلا بقى انا قايم اشتغل بقى، مع ان انا عارف ان هي ملهاش لازمه. من جواك كده بتقول هي ملهاش لازمه. خلاص هي ملهاش لازمه، هي مش هتجيلك. انت كده خلاص بقيت فقر. انت قايم من نومك مكشر وبوزك شبرين، فانت راجل فقر. وسوري برضو ست نكديه اللي يفكر انك شكلك واحتياجك للشيء يخليك تعيس في الدنيا يبقى انت مش فاهم الدنيا. لا، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. في المصيبة بس الجأ لربنا وقول انا لله وانا اليه راجعون. ما بالك انت بقى في التمني تعملها مصيبة؟ يعني انت بتتمنى يبقى عندك ذهب، بتتمنى يبقى عندك فلوس، بتتمنى وطول ما انت بتتمنى تزعل وكأنها مصيبة عشان لسه ما حصلتش،
لا، ده غلط. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تقولش على حاجه مصيبه الا اذا هنا حصلت المصيبه فعلا، ووقتها تقول ايه؟ تقول انا لله وانا اليه راجعون. ما تقولش غير كده. لما تكون مصيبه حقيقيه، مصيبه ده يعني ابتلاء كبير وفقد عزيز وغالي وفعلا ابتلاء يهد ويهزم بني ادم. وصلت ولا ما وصلتش؟ اي فكره في حياتك قائمه على كل شيء يحتفظ به العقل، وبالتالي كل شيء يحتفظ به العقل قابل للتحقيق. خلاص؟ في حاجه كده مش مفهومه؟ انا معلش، في جزء كده لازم يتقال باللغه العربيه، وفي جزء بقى لازم يتقال بالمهلبيه. عن اذنكم شويه قهوه. على فكره انا بشوف القهوه بالنسبه لي مكافاه لنفسي على اي حاجه بعملها، فبالتالي انا حاطط نفسي تجاه الشيء ده اللي يخليني اعيش مبسوط، وشايف ان انا هكافئ نفسي ببق القهوه، فبالتالي هبدع وانا بطلع المعلومات دي. طب ممكن حد يقابلني بالنقد ويقول لك ده يا عم بيقول اي كلام وبيقول، انا مش سامعه، انا مش شايفه ولا عايز اشوفه. انا عايزه يتقابل معايا بعد فتره، يشوف اللي سمع ده ونفذ ده استجاب لحاجه ولا لا، حياته اتغيرت ولا لا، حياته ما اتغيرتش ولا لا، وبعدين نتحاسب. بس تعمل زي ما انا قلت بالظبط. حلو؟ اي فكره في عقلك قابله للتحقيق طالما اتخزنت، والحاجه اللي قابله للتحقيق دورك في الحياه وارض الواقع انك تنفذها بالسعي وباليقين وبالتخيل والادراك.